بص يا سلام بقى على معلقه السمنه الفلاحي دي البلدي دي. انسى بقى، هتحطيها كده. طبعا احنا محمرين الجلاش او الرقاق. هي طريقته عليه سهله قوي. رقاق بتحمصيه، جلاش بتحمصيه، مرفيه او ملفيه. بصي، واخر حاجه بقى، اخر تكايه، المكسرات بتاعتي، بص او جوز هند، اي مكسرات، سوداني مجروش او صحيح زي ما هو كده. اي مكسرات عندك، لوز، بندق، اي حاجه المتمكنه عندك اللي هي موجوده حطيها، ما حطيتيش خالص جميل. بس يعني يا ريت سمنه فلاح. ماشي. بس كده، ونخلطهم مع بعض عشان كله يبقى فيه بشر وزبيب ومكسرات. بجد بص، اللبن لازم يكون مغطيها كده، انه كده كده هي بتشرب اللبن. يعني ايه، ما تستخسريش بقى. هو بيبقى يوم دسم كده. بس حاجه جميله جدا، وارخص من بره وانضف من المحلات. وهنحطه تركايه صغيره خالص عشان وشي احمر، لان ما عنديش قشطه. شويه سكر بودره كده من على الوش، ده ايه، وشه احمر. ماشي. يلا بقى ندخلوها الفرن ونشوف ام علي بالمكسرات والسمنه البلدي وورقه الجلاش اللي كانت مركونه عندي وكانت هتبوظ وخلاص وفرولت. فاستفيدي باي حاجه في البيت بتبقى جميله وفرحه اولادك بيها. يلا بينا على الفرن. بص، هي في الفرن بقى انا مولعه الشوايه من فوق اهي. مولعه الشوايه من فوق ومن تحت الاتنين مع بعض. يا دوبك تاخد لون، هي كل حاجه مستويه طبعا. يا دوبك بس تاخد لون ونطلعها على طول وندوق احلى ام علي المكسرات. شوفوا في الفرن يا جماعه، الفرن سخن جامد.